السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة أورينت يور سيلف، وأنا حسين السيد أحييكم. أحمد بن طولون هو مؤسس الدولة الطولونية حاكم مصر والشام بين عامي 254 هجريا الموافق لعام 868 ميلاديا حتى وفاته عام 270 هجريا الموافق لعام 884 ميلاديا. ولد أحمد بن طولون في 23 رمضان من عام 220 هجريا الموافق لعام 835 ميلاديا، واهتم به أبوه اهتماما فائقا فعلمه الفنون العسكرية، وتلقى الفقه والحديث وتردده على حلقات العلماء لينهال منها، ورزقه الله حسن الصوت في قراءة القرآن، وكان من أدرس الناس له وأعلم الناس به. ثم رحل إلى طرطوس بعد أن تولى بعض أمورها بناء على رغبته ليكون على مقربة من علماء الدين الذين اشتهروا بالفقه والحديث والتفسير. بعد رجوع أحمد بن طولون صار موضع ثقة الخلفاء العباسيين لعلمه ولشجاعته، والتحق بخدمة الخليفة المستعين بالله بين عامي 862 حتى عام 866 ميلاديا، وصار موقع ثقته وتقديره. كان من عادة الولاة الكبار الذين يعينهم الخلفاء العباسيين للأقاليم الخاضعة له أن يبقوا في عاصمة الخلافة لينعموا بالجاه والسلطان والقرب من مناطق السيادة والنفوذ، وفي الوقت نفسه يعينون عنهم في حكم تلك الولايات من يثقون فيهم من أتباعهم وأقاربهم. وكانت مصر في تلك الفترة تحت ولاية القائد التركي باكبك زوج أحمد بن طولون، فأناب عنه وفقا لهذه العادة ابن زوجته أحمد في حكم مصر، وأمده بجيش كبير داخل مصر عام 868 ميلاديا. واجهت أحمد بن طولون الكثير من المشاكل والفتن مع بداية توليه خلافة مصر، ولكن ابن طولون لم يكن كمن سبقه من الولاة، فسرعان ما اشتدت نفوذه وأخمد الفتن التي اشتعلت بكل حزم، وأجبر ولاة الأقاليم على الرضوخ له وتنفيذ أوامره، وازداد قدم ابن طولون رسوخا بعد أن أسندت ولاية مصر إلى يرجوخ والد زوجة ابن طولون، فعمل على تثبيت سهره وازداد نفوذه بعد أن أضاف إليه حكم الإسكندرية. ولم يكتفي ابن طولون بهذا بعدما حققه من نفوذ في مصر، فتطلع إلى أن تكون أعمال الخراج في يده، وكان عامل الخراج يعين من قبل الخليفة العباسي، ولم يكن لوالي مصر سلطانا عليه، غير أن أحمد بن طولون نجح في أن يستصدر من الخليفة المعتمد بالله قرارا بأن يضيف إليه أعمال الخراج، فجمع بهذا بين السلطتين المالية والسياسية وقوة شوكته وعظمة سلطانه. وكان أول عمل قام به هو أن ألغى المكوس والضرائب التي أثقل بها عامل الخراج السابق كاهل الشعب المصري، ثم ضم الشام إلى ولايته. ولما كسرت الاعتداءات الدولة البيزنطية على الشام في أنطاكيا وطرطوس والمسيسة وغيرها، لم يجد الخليفة المعتمد أفضل من ابن طولون يوليه أمر الشام لدفع هذا الخطر ورد البيزنطيين. وفي عام 264 هجريا الموافق لعام 878 ميلاديا خرج ابن طولون بحملة عسكرية إلى الشام لتثبيت نفوذه وتأديب البيزنطيين وحماية الدولة الشامية. ونتيجة هذه الحملة ضم ابن طولون عدد كثير من مدن الشام كدمشق وحمص وحلب وأنطاكيا، وواصل زحفه حتى مدينة الرقة. وبينما هو يستعد لمحاربة البيزنطيين، وفاته الأنباء بأن ابنه العباس الذي تركه في مصر نائبا عنه قد أعلن الثورة عليه وانفرد بالحكم دونه، فعاد إلى مصر وحاول بالطرق السلمية أن يضع حدا لهذه المشكلة مع ابنه الذي فر مع أتباعه إلى برقة بليبيا، ونصحه بالعودة إليه ووعده بالعفو عنه، ولكنه رفض النصح، ولم يعد أمام ابن طولون سوى سلاح القوة، فنجح في القبض عليه وحكم عليه بالسجن. ثم بعد ذلك حاول ابن طولون أن امتد سلطانه واتسع نفوذه أن يغري الخليفة المعتمد بالله بالقدوم عليه في مصر، وأن يجعل من مصر مقرا لدولة الخلافة، ووعده بالنصر والحماية. ولكن
الخليفة لم يجب وترتب على هذا أن قام بعزل أحمد بن طولون عن مصر، ولكن القرار لم يلقى قبولا من ابن طولون الحاكم القوي وصاحب النفوذ والسلطان، فتدخلت أصوات العقل بين الطرفين وعقد بينهما صلح، وأقر ابن طولون على ما تحت يديه من البلاد. كان أحمد بن طولون رجل دولة من الطراز الأول، فعنى بشؤون دولته وما يتصل بها من مناحي الحياة، ولم تشغله طموحاته في التوسع وزيادة رقعة دولته عن جوانب الإصلاح والعناية بما يحقق الحياة الكريمة لشعبه. لذا شملت إصلاحاته وإسهاماته في شؤون دولته، وكان أول من اهتم به هو إنشاء عاصمة جديدة لدولته وهي الفسطاط عام 256 هجريا الموافق لعام 870 ميلاديا، والتي عرفت بالقطائع، وقد بناها على غرار نظام مدينة سامراء عاصمة الخلافة العباسية، واختار مكانها على جبل يشكر بين الفسطاط وتلال المقطم، وبنى بها قصرا للإمارة، وجعل أمامه ميدانا فسيحا يستعرض فيه جيوشه الجرارة ويطمن على تسليحها وأعدادها. ومدينة القطائع هي العاصمة الثالثة بعد الفسطاط والعسكر. ثم بعد ذلك بنى مسجدا وهو مسجد أحمد بن طولون، وأنشأه في وسط المدينة، وهو من أكبر المساجد المصرية، والتي تبلغ مساحته 8487 متر مربع، ولا يزال شاهدا على ما بلغته الدولة الطولونية من رقي وازدهار في فنون العمارة. ويعد مسجد أحمد بن طولون من أقدم الأبنية الإسلامية التي بقيت على ما كانت عليه، واشتهر المسجد بمأذنته الملوية التي تشبه مأذنة مسجد سامراء، وقد انتهى ابن طولون من بنائه عام 265 هجريا الموافق لعام 879 ميلاديا، كما إنه عين له طبيبا خاصا وجعل به خزانة بها بعض الأدوية والأشربة لإسعاف المصليين من رواد المسجد في الحالات الطارئة. كما أنشأ ابن طولون برمستان عام 259 هجريا الموافق لعام 873 ميلاديا لمعالجة المرضى مجانا دون تمييز بينهما، حيث يكون عناية فائقة وتقدم لهم الأدوية، ولم يكن المرضى يدخلون بثيابهم العادية، وإنما كانت تقدم لهم ثيابا خاصة. وكان ابن طولون يتفقد المرضى ويتابع أعمال الأطباء. اهتم ابن طولون بالزراعة، فعنى بتطهير نهر النيل وشق الترع وإقامة الجسور، وشجع الفلاحين على امتلاك الأراضي حتى تزداد عنايتهم بها، وخصص لذلك ديوان الأملاك. كما أصلح مكياس النيل في الرودة لمتابعة الزيادة والنقصان في منسوب مياه نهر النيل، وأمد الفلاحين بما يحتاجونه من البذور والآلات الزراعية، حتى ازدادت رقعة الأراضي الزراعية حتى بلغت نحو 1,000,000 فدان، وازدهرت الصناعات في عهده. وكانت من نتيجة هذه النهضة أنه عم الرخاء وازدادت مالية الدولة وامتلأت خزائنها. استغله ابن طولون في تحسين أحوال الناس المعيشية وفي بناء جيش قوي بلغ في بعض الروايات 100,000 جندي، وإنشاء أسطولا بحريا لحماية شواطئ الدولة وإقامة الحصون المنيعة في يافا والإسكندرية وعكا. توفي أحمد بن طولون أثناء قيامه بحملة عسكرية ليقمع الفتنة التي حدثت في طرطوس، فلما وصل إلى هناك وكان الوقت شتاء والثلج كثير، ولم يعقه ذلك في أن يقمع الفتنة، ولكنه مرض بمرض الكوليرا ولم يستطيع الاستمرار في الحصار، فأسرع بالعودة إلى مصر، حيث لقى ربه في 10 من ذي القعدة عام 270 هجريا الموافق لعام 884 ميلاديا، ودفن في جبل المقطم. بعد فترة حكم استمرت 16 عاما استطاع أن يستقل بحكم مصر وأن ينهض بالبلاد، وخلفه في الحكم ابنه خمراوي الملقب بأبو الجيش. وها هو التاريخ يروي لنا تاريخ حكام مصر بما لهم وما عليهم. شكرا لحضراتكم، ونتمنى أن ننال إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب حتى يصلك المزيد. Thank you for watching.